مساء الخير، ازيكم يا شباب؟ اخباركم عاملين ايه؟ معاكم منور وده فيديو جديد كالعاده. النهارده هنتكلم مع بعض عن موضوع اول مره اتكلم فيه وهو اذون الخزانه. ليه اول مره اتكلم فيه؟ لان للامانه انا ما كنتش عندي معلومه قويه فيه زي اي محتوى بناقشه معاكم، وحاولت ان انا الم اكبر داتا ممكنه وتوقعوا دايما لاي وقت او اي معلومه هعرفها بخصوص اذون الخزانه هتلاقوني بشاركها معاكم لو فيديوهات سريعه في صوره شورتس او ريلز على انستجرام او تيك توك او فيسبوك، فتاكدوا انكم متابعيني في كل السوشيال ميديا، ولما يكون في موضوع يستاهل ان انا اتكلم فيه في فيديو طويل هتكلم فيه معاكم. عشان كده اتاكد انك انت برضه عامل اشتراك عندنا في القناه، سبسكرايب ومشغل الجرس عشان ما يفوتكش اي جديد. خلينا نبدا في الموضوع. النهارده عايزين نتكلم مع بعض عن اكتر من حاجه، هنتكلم ونعرف يعني ايه اذون خزانه او القصه بتاعه اذون الخزانه بتبدا من فين، السوق الاولي والسوق الثانوي، دي هنعرف برضه ايه الفروقات بينهم، هنعرف المده بتاعه اذون الخزانه بتبقى قد ايه، وهنعرف الفرق بين اذون الخزانه والشهادات. برضو هنعرف ازاي باخد الفايده او بحسب ازاي الفايده على اذون الخزانه. كله ان شاء الله هنتكلم فيه في الفيديو ده، عشان كده ركز معايا في الفيديو وحاول لو انت عايز تجيب ورقه وقلم مفيش مشكله، واعزل نفسك عن كل الضوضاء اللي حواليك. خلينا نبدا. اول حاجه قصه اذون الخزانه او منين بدات اذون الخزانه. اذون الخزانه بتبدا لما الدوله بتحتاج فلوس او عايزه تستلف فلوس عشان تعوض العجز بتاع الموازنه. ذات ست الدوله بتستلف فلوس من الناس او من البنوك. البنك المركزي بيستلف فلوس من البنوك بالنيابه عن وزاره الماليه علشان تسد عجز الموازنه زي ما بقول لك. فانت كده هنا ككاستمر او كعميل بتسلف الدوله. عشان كده دي فيها ندخل بقى في الحته الثانيه اللي هي السوق الاولي والسوق الثانوي وايه الفرق بينهم. اول حاجه في سوقين، في سوق اولي. السوق الاولي ده اللي هو سوق الاصدار، في ناس بتقول عليه كده، اللي هو بالبلدي خالص انت بتروح للبنك بتاعك هو بيشتري لك دايركت من البنك المركزي وبياخد عموله في النص بس. ذات ست. السوق الثانوي ده اللي هو بيقول عليه سوق التداول او في ناس بتحب تقول عليه كده، ده اللي هو بتشتري فيه من البنك بتاعك من اذون الخزانه اللي البنك بتاعك اشتراها، سواء من الافراد التانيين او اشتراها من البنك المركزي قبل كده، وبيديها لك بفايده اقل شويه. بمعنى لو هو واخد الاذون بتاعته من البنك المركزي على فايده 10%، بيديها لك انت كفرد 9%، 9.5%، وهو يستفيد بالنص في المية فرق. او لو واخدها من الافراد ب 10% برضه بيديها لك 9 و9.5، بيبقى فايده البنك هنا النص في المية الفرق ده اللي استفاده البنك. فاحنا كده عرفنا الفرق بين السوق الاولي والسوق الثانوي. نروح بعد كده للنقطه اللي بعدها، المده بتاعه اذون الخزانه بتبقى قد ايه. اذون الخزانه عموما كاستثمار ده قصير الاجل. قصير الاجل يعني الماكسيمم بتاعك سنه وبتنزل تاني، معاك 3 شهور، 6 شهور، 9 شهور، ما بيزيدش عن سنه. ندخل بعد كده في نقطه ثانيه اللي هو الفرق بين اذون الخزانه والشهادات، ودي ممكن برضه ابقى اتكلم فيها فيديو ثانيه، بس في عجاله كده. الشهاده بتاعتك انت ممكن توصل ل3 سنين وبتاخد فايدتك كل شهر. اذن الخزانه او اذون الخزانه اقصى مده ممكن تعمل فيها اذون خزانه او تشتري بيها اذون خزانه هي مدتها سنه، وبتاخد الفايده بتاعتك ان ادفانس او مقدما، بتاخدها في الاول. دول ممكن يكونوا اهم فرقين بين اذون الخزانه والشهادات. واخر فرق ان اذون الخزانه بيكون عليها ضرائب، عشان تبقى عارف برضه الموضوع ده هشرحه لك وهتعرفه وهتلاقيه الموضوع سهل مش صعب. ازاي بقى بناخد الفايده؟ تعالى نفترض مع بعض انك انت شخص عندك 100,000 جنيه وعايز تشتري بيها اذون خزانه، فرحت للبنك بتاعك قلت له لو سمحت انا عايز اشتري اذون خزانه بقيمه 100,000 جنيه. بعد ما انت عرفت السوق اولي وسوق ثانوي معاه والكلام ده كله، خلاص عقدت العزم، قال لك ان فايده اذون الخزانه اللي انت هتعملها دي مدتها سنه، فايدتها 20%. حلو. بمعنى كده ال 100,000 بتاعتك فايدتهم كام؟ 20,000 جنيه. صح كده؟ صح كده. هتعمل ايه؟ البنك بتاعك هيخصم من حسابك 80,000 جنيه ويعمل لك اذون خزانه ب 100,000 جنيه. كده انت خدت ال 20 بتاعتك ان ادفانس اللي هي الفايده، خدتها مقدما كده، وهو هيعمل ال 100,000 جنيه اذون خزانه، وهيجي نهايه المده او في تاريخ الاستحقاق بتاعها هيجي يعمل ايه؟ يحسب لك 20% ضرائب. هي صدفه بس ان الضرائب 20% والفايده 20%، بس هي دايما الضرائب 20%، الفايده هي اللي بتتغير. يعني ممكن تعمل اذون خزانه بفايده اكبر من 20%. المهم هيجي يحسب ال 20% دي ضرائب مش على ال 100,000، لا على ال 20,000 اللي انت كنت واخدها، لان الضرائب دي ضرائب على الارباح او ضرائب على الفايده. ف20,000 في 20% هتلاقيها حوالي 4,000 جنيه. هيخصم من ال 100,000 اللي عنده 4,000 جنيه ويديك في ديك 96,000. ان سمري كده انت ال 100,000 اللي انت استثمرتها في اذون خزانه اخدتها تقريبا 116,000، اللي هي ال 20,000 اللي كنت واخدها الاول، ال 100,000 راس المال اتخصم منها 4,000، كانك انت خدت في الاول خالص فايده 16,000 جنيه وخدت راس مالك زي ما هو 100,000. فدي طريقه حسبه الفايده وطريقه حسبه الضرائب. انا من رايي شايف ان دي ميزه حلوه حتى لو كان في وجود ضرائب بتتخصم، لانك انت الضرائب بتتخصم لك بعد سنه. انت ال 20,000 اللي خدتها دي على افتراض انك انت اشتغلت بيها او قضيت بيها مصلحه بره او
كبرتها، ال 4000 اللي بتتخصم منك في نهايه المده بعد سنه مش هتبقى ويعاك زي ما تتخصم منك في الاول، فاهمني؟ الفاليو اوف ذا ماني في نهايه المده مش هتلاقيها 4000 كقيمه كبيره زي في اول المده. بس ذات ست في الفيديو بتاع اذون الخزانه. اتمنى ان اكون عرفت اشرح لك واوصل لك المعلومه كويس. ولو عندك اي سؤال سيبه لي تحت في الكومنتات، ولو انا ما عنديش الاجابه فيه تاكد تماما ان انا هدور على الاجابه ولازم هجاوبك. بتروح البنك اللي انت عامل فيه الحساب عشان تعمل فيه اذون الخزانه، وتابع الاخبار بتاعت اذون الخزانه دايما، واسال. عايز تكلم كول سنتر بتاع البنك بتاعك اوكي، عايز تروح الفرع تسال مفيش مشكله. بس خليك عارف دايما ان اذون الخزانه مش الفرع بيشتريها لك دايركت، لا دي اداره الغالب موجوده في القاهره تابعه للبنك اللي انت فاتح فيه الحساب. الصف اللي هناك تلاقيه بيتواصل مع الاداره دي او بيبعت لهم الطلب. في النهاية لو انت عجبك الفيديو يا ريت تعملوا لايك وتشاركوا مع اي حد من اصحابك تكون عارف ان هو ممكن يستفيد من المعلومة دي، وتنورني بالاشتراك في القناة. ولو انت لسه ما نورتناش في العيلة بتاعتنا ممكن تدخل معانا ممبرشيب وتكون داعم لينا في الفيديوهات بتاعتنا، وتابعنا على كل السوشيال ميديا اكونتس. لو عندك زي ما بقول لك اي سؤال او لو حابب تقول رايك في الفيديو يا ريت تقول لي تحت في الكومنتات. Thank you for watching and see you next video.